هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. فيما يلي نقدم لكم فقرات برامجنا لهذا اليوم 5 من شهر يناير لعام 2019. والبداية تعليق سياسي عن الحدود الإريترية الإثيوبية وتدفق الأريتريين تجاه إثيوبيا للكاتب الأستاذ محمود أفندي. قراءة الزميل عثمان آدم. إلى متى التدفق نحو أثيوبيا؟ انتهت حالة اللا حرب واللا سلام بين الجارتين إريتريا وإثيوبيا قبل أشهر قليلة، وحدث ما حدث من غير المألوف بين دول الجوار في الأحوال الطبيعية من فوضى غير مسبوقة لا مثيل لها في تحركات الشعوب من وإلى بلدان تمتلك السيادة. شهدت هذه الحدود التي كانت بالأمس وعلى مدى أكثر من عقدين مسرحا يقتل فيها نظام هيكدف الهاربين من ويلاته بالرصاص، وآخرين كانت تصطادهم أيدي عملائه فيكون مصيرهم السجون لسنوات يحرم فيها حتى من مقابلة أهله وزويه. وقليلون ممن رحم ربي ونجوا بجلدهم سلموا أنفسهم منهكين ينتابهم الشعور بالفرحة لخلاصهم من العبودية والاضطهاد بعد عبورهم لحدود الوطن، وما بين الحزن العميق لفقد وطن ضحى لهم فيها الأجداد والآباء والأخوان، وعلقوا عليه الآمال العريضة بعد تحريره ليعيشوا فيه برخاء وأمان واستقرار. لكنهم خضعوا لحياة الاستسلام ليرفعوا أيديهم حائرين لقوات الحدود الإثيوبية وينتهي بهم المطاف في معسكرات اللجوء، ومن ثم التفكير لمواصلة الطريق لبلاد الفرنجة أو الاستكانة بين المعسكرات دون رسم أي خطة لهدف الذي من أجله قادر البلاد. اليوم وبعد كل هذه الآلام والجراحات، بدلا من أن تتفتح بوابات الوطن نحو التقدم والعيش النبيل والأمن والاستقرار وإشراك كافة المكونات في الحكم عبر انتخابات عادلة ونزيهة وتبادل المصالح المشتركة مع كافة دول الجوار بعيدا عن تهميش المواطن وإغصائه وحبك الفتن والمؤامرات على الصعيدين المحلي والإقليمي، ها هي تفتحت أمامنا بوابة الحدود من جهة واحدة باتجاه الجنوب الإريتري دون قيود متعارف عليها وبشكل عشوائي، مما جعل المشاهد والمتابع للوضع عن كثب بأن إريتريا تقدم نفسها لإثيوبيا في طبق من ذهب بعد أن خسرت الغالي والنفيس في سنوات الكفاح المسلح العجاب وحروبها الهمجية الأخيرة مع دول الجوار عامة وإثيوبيا خاصة بعد استقلالها الذي راح هباء منثورا. فماذا ننتظر بعد أن تم بيع الخبز وبيض الدجاج ولحلح الطاف وطوب الأسمنت وكل شيء عدا المعدوم عندهم يأتينا من الجارة ويباع مقابل منافس مصاب بعلة اقتصادية يعاني منها لسنوات طوال؟ يباع كل شيء نهارا جهارا في شوارع أسمرة والمدن الإريترية الأخرى، كما تمرح المركبات بكل المواد. ليس هذا فحسب، بل للأسف الشديد تعود هذه المركبات محملة بالمواطنين التي تتناولهم من أمام بيوتهم في ظاهرة لم تشهدها مركبات البلاد التي كان الشعب يقف لها صفوفا طويلة قبل موعد الفجر وحتى منتصف الليل للوصول إلى أقرب مكان من مدنهم وقراهم. واليوم مركبات إثيوبية تأخذ الناس من الشوارع وتنادي بأعلى الأصوات مغلي عالدقرات، ويركب شعبنا هذه المركبات كأنهم ذاهبون إلى مدينة أو قرية محلية. وبعد فتح الحدود ارتفع المعدل اليومي لطالبي اللجوء الإريتريين في إثيوبيا نقلا عن مصادر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 50
إلى 180 لاجئ يوميا، فيما بلغ العدد الكلي لطالبي اللجوء الذين تم تسجيلهم في مركز باغونا في فترة 8 أيام في شهر سبتمبر إلى 1700 لاجئ إريتري. وأضاف المصدر أن 80% من طالبي اللجوء الجدد هم من الأطفال والنساء. صحيح أن أولئك يقاتلون الوطن دون أن يدفعوا الآلاف من الدولارات التي كانت تدفع لعصابات التهريب قبل أشهر قليلة، لكنهم لم يعلموا ما يخبئه لهم الهجرف وقائده خلف هذه الهجرة المنتظمة، ولم يدركوا ما سيصل إليه هذا الوطن وهم يفرون منه بعد أن وجدوا ثغرة في جدار سجن الوطن ليشدوا الرحيل دون عودة. ومنهم من يعتقد أنها فرصة ذهبية قد لا تتكرر، وعليه الهروب من الوطن أفضل من العيش فيه في ظل حكم مستبد أنهك البلاد والعباد على حد سواء. فإن حال الشعب في الداخل اليوم يأكل ولا يشبع، يشتري ولا يبيع، يسافر ولا يرجع، يسجن ولا يفرج، يتفرع ولا يتوحد، ساكت ولا يتكلم. وإذا كان هذا حال الشعب الإريتري، فما هي قراءات تنظيماته وفصائله المعارضة وقادته المخضرمة لهذا الوضع؟ وما يحبك في دهاليز السياسة العالمية؟ أم نحن على موعد مع عصا موسى؟ أم أن هناك أمر آخر؟ لماذا هذا الصمت الرهيب والذهول النفسي والعقلي؟ لما لا نجد من يحرك ساكنا قولا أو فعلا والبلاد في مهب الريح؟ ختاما، إنني أقرب إلى التشاؤم من التفاؤل، لأن حال البلدين يسير نحو مصير مجهول، خاصة وأن الرجلين لم يتمكنا من إدارة البلاد بالشكل الصحيح، حيث وقف أبي أحمد مع زمرة أفورق التي سحقت الأغلبية ظلما وعدوانا. سلم أبي أحمد دولة مؤسسة بغض النظر عن الإخفاقات من قبل الحكومة التي سبقته، والآخر أي أفورقي وجد دولة حديثة في مطلع التسعينات وإدارة شعبية متينة آنذاك، ولكن بغبائه وعنصريته وطائفيته وعدم إدارته ومن معهم لحكم البلاد خلال أكثر من عقدين بدأ يتخبط وجر البلاد في حروب وحروب، بعد أن علم بعجزه وعجز من اعتمد عليه في إدارة البلاد. لهذا بدأ يفكر في سياسة علي وعلى أعدائي بهدف إطالة أمد حكمه مهما كلف من ثمن، وذلك عبر تهميش مكونات الشعب الإريتري الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل الحرية والاستقلال. أعزائي المستمعين، استمعتم إلى حلقة بعنوان إلى متى التدفق نحو إثيوبيا، وكانت بقلم الأستاذ محمود أفندي. طابت أوقاتكم مع راديو الوفاق الإريتري. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. من أجل مصلحة الملايين، كنا من أجل مصلحة الملايين، كنا من أجل كل الكادحين، كنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وأعلناه وأعلناه وأعلناها ثورة في 61. أعلناه وأعلناه وأعلناها ثورة في 61. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا ونقدم إليكم قصيدة للشاعر محمد نور شمسي بعنوان يا شعبنا هيا إلى الوفاق. هنا
إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. يا شعبنا هيا إلى الوفاق، خلاصنا يلوح في الآفاق، عدونا لم تبقه قوته، رهانه دوما على الشقاق، فلننبذ التفرق بصدق، نوحد الجهود يا رفاقي. قد كشفت لنا فورتو خبايا، قد كشفت لنا خريا خفايا، فالرفض طال سقيه والساقي، حباله التي ظلت متينة لم تعد قادرة على الخناق، سيوفه التي سلت بجور قد تنيت بصلابة الأعناق، أزياله لعلهم قد أدركوا متبوعهم يبدأ بالرفاق، حتما يطال بطشه البقية من عرضوا الضمير في الأسواق. يا شعبي العظيم لا تيأس، أفورق زائل وأنت الباقي. يا شعبي العظيم لا تيأس، أفورق زائل وأنت الباقي. إريتريا الحبيبة سنهنأ بلحظة اللقاء والعناق، وتلبسين تاج العز حرة ونطوي صفحة من الفراق. يا رب كحل الأعين بنظرة منها وكلل باللقيا أشواقي. يا رب كحل الأعين بنظرة منها وكلل باللقيا أشواقي. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي إذاعة الوفاق مجددا أهلا ومرحبا بكم. تستمعون الآن قراءة لعملية اغتيال سبحة فريم الجزء الأول بصوت المناضل أحمد القيسي. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. خبر العيار الثقيل. خبر محاولة اغتيال الجنرال سبحة فريم جاء كالصاعقة على الجميع، معارضة وموالاة لسبب بسيط. ففي العالم الإريتري فإن الانتظار قد طال، وما يأتي من الداخل عادما يحمل أخبارا غير سعيدة، ودائما ما تكون تعزيزا للصورة النمطية التي طبعت النظام طوال سنوات: اعتقال، إخفاء قسري، اغتيال، اضطهاد، وإلى آخره من تلك الصورة المعتمة. محاولة اغتيال وزير التعدين الحالي ووزير الدفاع السابق ورجل كل المهمات، والذي يعتبر الشخص الأكثر أهمية في النظام بعد الدكتاتور لمن يعرف خبايا هذه السلطة. ولذا فالموضوع يحمل دلالات كثيرة وعميقة وتفسيرات متعددة. لعل أهمها بالنسبة لي هو مستوى التفسخ والتفكك الذي وصلت إليه هذه السلطة، وتتعدد الاجتهادات والتفسيرات، ولقد شطحت مخيلة الكثيرين ولا سيما معارضة الخارج في نسج القصص والأساليب، وفي اعتقادي أن جميع هذه القصص بعيدة عن الحقيقة، ليس لأن لدي رؤية تؤكد عكس ذلك، بل لأن هذه القصص بعيدة جدا عن الحقائق حين ينظر إليها في السياق التاريخي للأحداث والشخصيات. ففكرة أنه خان من اتفق معهم بإطلاق سراحة مجموعة الجي 15 المعتقلون في لحظة غياب الرئيس لا تتسق بالمنطق مع حقيقة موقفه من الحركة منذ البداية، فقد وقف بقوة ضد الفكرة التي كانوا ينادون بها، وهي مطلب اجتماع البرلمان ومحاسبة الرئيس. وعقدت اجتماعات ماراثونية بينه وبين رؤوس الحركة الأولى في جزيرة دهلك ومصوع، وأخيرا في منزله أسمرة.
استمرت ساعات وساعات رافضا فكرة مواجهة الرئيس، مع الاحتفاظ بتقديم مذكرة للمطالب المتعلقة بالدستور وإلى آخره. بعدها تم الطلاق نهائيا بينه وبين الحركة، بل الأنكى من ذلك أنه كان قائدا ومشرفا على الاعتقالات التي تمت إلى جانب الرئيس، والتي بدأت فجرا وانتهت في 8 مساء. وهنا يمكن لي أن أقول إنني كنت شاهدا على العودة المظفرة لهم، فقد شاءت الأقدار أن أكون متواجدا في منزل أحد الأصدقاء حين جاءوا بحراسات مدججة بالسلاح وبأجهزة اتصالات متنوعة، والبعض منهم يصرخ بطلب العشاء وبأنهم لم يتناولوا الطعام طوال النهار، مما دفعني لمغادرة المكان فورا دون لفت الانتباه. المهم واقع الحال يوضح الصورة بأنه لم تكن هناك خيانة، بل موقفا واضحا ضد الحركة ورموزها. ثم إن حركة الجي 15 لم يعتمدوا السرية مطلقا، وكل أمورهم كانت معلنة للجميع، وفي اعتقادي إنهم تعمدوا هذه المسألة ليضعوا الشعب في الصورة للخلاف المستحكم بينهم وبين السلطة والرئيس، إلى درجة إن الصحف في ذلك الوقت كانت تحمل القصص واللقاءات مع رؤوس الحركة في محاولة للتصعيد وجذب أكبر عدد ممكن من الأنصار. وبالمقابل اتبعت السلطة نفس النهج، فخصصت صحيفة الشباب للرد والمهاترات قادها علي عبدو ومحي الدين شنقر، واستخدم النظام الطرق القديمة فافتتح مدرسة للكادر وبسرعة البرق في منطقة باتكلا للتعبئة بإشراف مكتب الجبهة الشعبية ومكتبها المركزي بقيادة الأمين محمد سعيد ويماني قبرآب وعبد الله جابر وزمهرت. كان ذلك أول خروج عن التقاليد الراسخة في ثقافة الجبهة الشعبية، وهو كسر حالة الصمت والتمويه والانتقال إلى مساحة واسعة من العلانية للخلافات بين قيادات الدولة. فأين موضوع الخيانة لسبحة إفريم؟ وكذلك موضوع حركة فورتو، ليس هناك ما يؤكد أنه كان منخرطا فيها بغض النظر عن ما يقال، وبرغم الدور الذي لعبه في الوساطة وغيرها. وفي اعتقادي أن السبب يعود إلى وضع الرجل داخل المؤسسة العسكرية وعدم قبول الكثيرين بقيادته سيما القيادات العليا، ويعود السبب الرئيسي إلى قرور هذه القيادات والنظر إليه بأنه يخطف البريق منهم وهم من يستحقونه. ولذا كانت الاجتماعات التي يقوم بها شخصيا تتسم بالفوضى والخلافات، بينما الذي يقودها الرئيس عادة ما تكون انضباطية والتزام. وفي إحدى المرات أخبرني أحد الجنرالات بأنه سوف لن يحضر أي اجتماعات يقودها الجنرال سبحت، لأن المسائل بدأت تخرج عن السيطرة. هذه الحالة أوجدت وضعا متعاطفا معه في أوساط واسعة من أصحاب الرتب الأقل شأنا، ومن هنا تأتي قصة الوساطات التي قام بها أو النظرة المتعاطفة على حالته مع التماسيح الكبار من الجنرالات. في تصوري أن المدخل الطبيعي يكمن في فهم المكونات والعناصر في شخصية الرجل، لأنه مثال حي في صناعة وديكور الديكتاتور. فغياب سبحة إفريم هي ضربة موجعة لإسياس بلا شك، ويعود السبب في ذلك لمسألة بسيطة جدا، وهي أن السيد إسياس هو الذي صنع شخصية الجنرال سبحت في مراحل مختلفة من التجربة. ولعل الجنرال أدرك المسألة بصورة عميقة ومبكرة، وربط نفسه بشكل كلي ومطلق به أقرب إلى زواج وعقد كاثوليكي لا ينفصل. حين التحق سبحة إفريم بالثورة، وكان ذلك في أواخر عام 1972، وهو يحمل تلك الأفكار الثورية ذات الطبيعة الطفولية شأنه شأن الآخرين من طلبة الجامعات حينها،
وجميعنا كنا على تلك الشاكلة. كانت هناك حركة تتخمر داخل التنظيم مطالبة بالديمقراطية وغيرها من المطالب الفظاظة، بحيث كانت بيئة جاذبة للشباب دون مراعاة للواقع وتعقيداته وتراكمات التجربة. إلا إن المؤسف إن الواقع كان أكبر، بحيث انزلقت هذه الحركة إلى مضامين وأدوات الواقع الاجتماعي المتخلف. وهنا كانت الولادة الحقيقية للجنرال. هكذا يصنع التاريخ الأبطال أو الدمي، ولكنه لا يتوقف، لأن الحياة بطبيعتها وقانونها الصيرورة والاستمرار. أما أن يقام لك نصب تاريخي يصبح رمزا للأجيال القادمة، أم نهاية تراجيدية بطلقات نارية في الرأس قيمة الرصاصة فيها لا تتجاوز بضع سنتات. وللحديث بقية ودحمكم. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. ومال بدا من قبي بلعبتكم بلوسو، بلاكم ما مودق بديكم تروسو، تاريخ عبحدكم ما سرقت لبوسو. ادفانكم بسميت عبايدي ما يتبدي، اتفينا شبابي وقلع الكور شدي، يجبجب ويسن سميت وطن للحزي، فايش دمتو قنادل شان انتو للتركي. فنتيت فتايت ترسح حقسنين سفلال، مال ونوايل الداور ما تلقى اسكم تلال، وطلع حاق الكريتو كيف وحنق وكي حال، أمانتكم مدركم فاش حبا وقمال. ومال بدا من قبي بلعبتكم بلوسو، بلاكم ما مودق بديكم تروسو، تاريخ عبحدكم ما سرقت لبوسو. أدفانكم بسميت عبايدي ما يتبدي، فينا شبابي وقلع الكور شدي، يجبجب ويسن سميت وطن للحزي، فايش دمتو قنادل شان انتو للتركي. فنتيت فتايت ترسح حقسنين سفلال، مال ونوايل الداور ما تلقى اسكن تلال، وطلع حاق الكريتو كيف وحنق وكي حال، أمانتكم مدركم فاش حبا وقمال. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. تستمعون الآن قراءة حول تحركات أفورقي وزياراته المتكررة لأثيوبيا. متابعة طيبة نتمناها لكم. هنا
إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. رياح السلام التي هبت إثر قدوم أبي أحمد أحدثت حراكا وأربكت المنطقة، تدخلت فيها أجندة معدة وأخرى تماهت مع الحدث. وإن التغيير الذي حدث في أثيوبيا أثلج قلوب الأحرار في كل مكان، فهيمنة التيغراي وتفردهم بالحكم وامتلاكهم مقدرات إثيوبيا وبشاعة فسادهم المالي والسياسي كان مبررا للقوميات التي تضررت من حكمهم. وأبي أحمد الذي سارع بالانفتاح على الجوار وبادر باتفاقية الجزائر وقبوله بالانسحاب من بادمة أرسل طوق النجاة لأسياس أفورقي، والذي كان يحتضر أو كاد يموت سياسيا بعد أن تخلى عنه السودان الحليف الأقوى والدائم. فرحب أسياس وبدت نواجزه مما جعله يزور مرارا إثيوبيا ويرتمي في حضن أبي الشاب الذي يحمل من الطموح ما يجعل الجميع يتساءل عن دوافعه السياسية. إلا إن أسياس أفورقي الفاشل في أريتريا والذي يتربع لأكثر من ربع قرن يمارس خلالها أحقاده الدفينة ويوغل في زرع الفتن بين مكونات الأريترية التي بينها تعايش منذ آلاف السنين، فجعل من أريتريا طاردة فأقصى وهجر محدثا شرخا طائفيا لا يتعافى ربما في القريب العاجل. وقد أوحى الرجل ربما لأبي أحمد بمطاردة أنداده تيغراي، مما جعل الأخير يتمادى في حربه ويوغل في الصراع. إلا إنه فتح الحدود لأنداده التجارو لاجتياح أريتريا ليأتوا ببضائعهم مما أرخص الأسعار في أريتريا، وانفرجت أزمة الغذاء التي حدثت إثر قفل الحدود مع السودان. وربما دخل آخرون من التيغراي لتصفية خصوم، إلا إن أسياس الفاشل لم ينتبه إلا متأخرا جدا، وبعد أن نفذ التيغراي مآربهم ربما صبحة إفريم وغيره. والآن رأينا إغلاق الحدود بهذا التصارع، مما يجعلنا نتساءل عن وهج السلام الهش الذي بدأت تتلاشى أشلاءه ربما. فأسياس الغدر منهجه ولا يأمن جانبه، وأبي الذي انجرف متناسيا آلام شعبنا محتفيا بدكتاتور متهالك ربما آن الأوان ليدفع الثمن ويلدغ من هذه الحية. فهل يا ترى سنرى حشود على حدود البلدين هذه المرة؟ ومن سيحالف أسياس؟ وهل سيراهن على الرباعي مصر الإمارات السعودية البحرين؟ المنطقة حبلى بمستجدات لا محالة مع تصارع الأحداث في السودان وفقدان الثورة للبوصلة، مما سيدخل السودان في صراعات بينية إن لم يتداعى العقلاء. فقد ولى زمن كانت الأحداث تأتي بعفوية فيتظاهر الشعب متبرما من الضغوط المعيشية فتتلقفه النقابات والأحزاب السياسية، مما يرتب الأمور ويلتف الجيش وينحاز للشعب ويحسم انهيار النظام. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.